ايه يا علا، هتعملي لنا ايه النهارده يا علا؟ اعمل لكم ايه؟ اه. عايز تعرف؟ عايز اعرف. بص الحركه دي، ورينا. ايه رايك؟ ايه رايك في الحركه دي؟ عملتيها ازاي دي؟ شفت السرعه؟ ما شاء شفت الله. الاداء؟ اللهم صل ايه على النبي. رايك؟ مبسوط بيا؟ انا بهرتك. تمام اظن تمام. بهرت الناس كلها. مية مية. كل اللي يشوف الفيديو ده هينبهر. استاهل لايك وسبسكرايب ولا لا؟ تستاهلي طبعا. استاهل فولو ولا لا؟ تستاهلي. يلا بينا. احنا هنفتح مطبخ بعد كده ايه رأيك؟ ونخلي الناس تيجي بقى يعني بس. تعمل الحاجه دي. عشان تعرف بس ان انا ايه، ست كده 100 100. تمام. الايام دي موسم الكرنب، والفتره دي الناس كلها بتجيب كرنب وبتخزن كرنب علشان رمضان. وانا بالذات بخزن كرنب بزياده يعني حبتين، علشان رمضان والعزومات بقى، كل سنه وانتم طيبين وخلاص رمضان يعني قرب. مجرد الشهر ده كده ما يعدي هتلاقي نفسك خلاص فاضل حاجات بسيطه قوي. فالفتره دي الناس بتبدا تجيب الكرنب، انا ببدا اجيب واخزن كرنب. وبصراحه انا بخزن بكميات كتير شويه علشان رمضان بص كده قرب كده وريني. يتسلق سلقه بسيطه كده يا دوب بس ينزل النار ويطلع تاني عشان ما يتهريش، لان كمان نراعي ان هو لما بيقعد شويه في الفريزر، خاصه لو هنخزنه فتره او من موسم لموسم، بيطرى قوي. فعشان بس ما يتهريش معانا وقت واحنا بنلف او واحنا بنسوي. اي نوع من الكرنب، اي كميه قصدي من الكرنب اللي احنا عايزينه. طبعا الكرنب الاخضر الكبير ده، مش الكرنب بتاع السلطه، ها ركز معايا والنبي الله يخليك عشان يدي الناس بس معلومه ايه لذيذه كده. الكرنب اللي هو الكبير، مش الكرنب بتاع السلطه. الكرنب ده بنجيبه بنسلقه كده سلقه بسيطه، ينزل ويطلع كده يا دوب ثانيه واحده. القشر الاخضر بتاعه ده بنحطه تحت في الحله او نغطيه فوق بالحله برده زي ما احنا عايزين. نبدا نسلقه، نشيل الطبقه اللي في النص اللي بتكون سميكه دي كده، اللي هي الفاصل بين الكرنبه دي والكرنبه دي، في طبقه كده سميكه بتبقى طويله قوي كده. بنشيلها بعد ما يتسلق طبعا بالراحه خالص، نقطعه مكعبات او مربعات. قصدي ايه مكعبات اللي انا قلتها دي؟ يبقى بالشكل ده كده. ايه رايك؟ لا جميل. لا وايه، نزلت لك بيه متغلف يعني بق ما في اهو. لا ده متغلف كمان، هو يعني على الفريزر على يعني طول احمد بقى. ربنا ما زلتلكش بيه كمان مستوي. لا لا، ده على الفريزر على طول يعني بقى. كان ممكن انزل بيه مستوي وبيتاكل. انا اقدر اعمل اي حاجه، خلي بالك. طب انا معايا 100 جنيه، عايزهم يبقوا 200. بص نجرب بس ماشي. يعني انا مش ساحر برضه، بس هحاول يعني ماشي. يعني بس لو خليتهم 200 هاخدهم اكيد، يعني مش هديهم لك. فايه يعني عشان بس نبقى متفقين، عايز هات ويبقى لك 200 ولا تزعل خالص. جربوا بقى الطريقه دي، معرفش تجربوها ازاي لان انا نفسي يعني معرفش هتعملوها ازاي. لكن الحقوا خزنوا الكرنب، دي ايام الكرنب ودي فتره تخزين الكرنب. وخاصه انا بحب الكرنب جدا وبخزن اكتر، عشان في ناس سامعيني دلوقتي وشايفيني بيحبوا الكرنب 24 ساعه في ال 24 ساعه. ايوه حصل. مخلين حياتي كلها كرنب. ايوه انا وولاده، فمش عارفه اقول ايه. ورمضان كل سنه وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف كده ولطيف على قلبكم. لو عجبكم الفيديو، طبعا ما استفدتوش حاجه ان انا ما عملتش حاجه يعني، بس لو عجبكم الفيديو كنوع كوميدي كده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب. انا والافندي. السلام عليكم.